تعالوا بقى نعمل مسقعة البتنجان المصرية الأصلي، المسقعة على أصولها من غير لحمة، بطريقة سهلة وبسيطة. هنعملها النهاردة إن شاء الله، وصفة اقتصادية، وصفات آخر الشهر، مش مكلفة. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ على طول. هجيب عندي هنا كمية البتنجان اللي انت هتحتاجيها. اختاري كده البتنجانة تكون بتلمع كده قدامك وتدوسي عليها تلاقيها طرية، ما تجيبيش اللي هي بتبقى ناشفة دي لانها بتبقى فيها بذر من جوه. هنجيب القطاعة بتاعتنا، غسلنا البتنجان كويس قوي. هبتدي ان انا اقطع الجزء اللي فوق ده بعد ما غسلته اهو، وابتدي ان انا اقشره. عايزه تقشريه كله وما تسيبيش فيه قشر، تمام. عايزه تقشريه وتسيبي فيه اجزاء، تمام، مفيش مشكله. انا هقشره واسيب فيه اجزاء من القشر اهو بالشكل ده. هبتدي ان انا اقطعه بقى دواير. لو عندك البتنجانه كبيره ممكن تقسميها نصين وتقطعيها، فانت تقطعيها كده بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، ولا تكون رفيعه قوي ولا تخينه قوي، تكون مظبوطة قدامك اهو. شايفين البتنجانة ابيض من جوه ازاي اهو، بوريها لكم اهو. قطع بقى كمية البتنجان كلها كده. خلاص الكمية بتاعتي كلها اهيت. هجيب بقى معلقة كبيرة من الملح وابتدي ان انا ارشها على البتنجان واقلبه مع بعض كويس قوي كده. ابتدي ان انا اقلبه اهو لحد ما الملح يوصل لكل البتنجان. هبتدي بقى اغطيه بالمية، اغطي البتنجان ده بالمية واسيبه بقى على جنب لحد ايه ما ينزل كل المرارة وكل اي حاجة مش تمام فيه، وكمان عشان ما يشربش مننا زيت كتير. هبتدي ان انا اقطع بقى. عندي هنا فلفل رومي هقطعه كده، عايزة تقطعيه شرايح تمام، عايزة تقطعيه مكعبات مفيش مشكلة. قطعي الكمية اللي انت عايزاها. عايزة تعملي ايه بارد وسبايسي مفيش مشكلة، انتي واللي انتي عايزاه اهو. هقطعها مربعات كده تمام. عندي هنا بقى الصينية اللي هعمل فيها، ابتدي ان انا احط فيها كمية من الزيت كده. ابتدي ان ما تسخن هنزل عليها